سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ انا جيت نسجل هذا الفيديو. انا الصراحه ماشي من هواة يعني تسجيل الفيديوهات وهذه، ولكن يعني قلت يعني بالعكس، يعني انا حاجه يعني دزت منها بالعكس، يعني انا حاسه يعني بالمعاناه يعني مع هذا المرض هذا. فكنقول علاش لا حتى انا نفيد البنات الاخرين، حتى انا نخليهم يستافدوا من التجربه ديالي. الحمد لله، يعني في الاول انا كنت كنقول انا حاله ميؤوس منها، انا عمرني ما نتعالج، انا الوحيده اللي مريضه بهكا، انا اللي ما نعرف شنو، انا اللي مهم. سبحان الله العظيم، كيبقى العقل كيدي وكيجيب، ولكن الحمد لله مع الوقت صافي. يعني الانسان ملي كيدير يقينه يعني في الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ما كيخيبوش. انا معاناتي شنو غادي نقول لكم، يعني استمرت مده 8 شهور. يعني كنت كنقول صافي، يعني مهم كنت يعني في واحد الحاله، يعني ما كنتمنى حتى شي مسلم الصراحه. يعني معاناة يعني كبيرة زعما الصراحة دوزتها، مع انه يعني من بعد ملي دخلت انا في هذا المجال هذا وبقيت كنقلب وكنبحث، كنلقى ليها 15 عام، ها لي 20 عام، ها لي 7 سنين، ها لي عامين، كنقول انا مقارنة معاهم انا راه ولا شيء كما كيقولوا، ولا شيء. ولكن الحمد لله، ربي كبير، ربي سبحانه وتعالى كبير. انا مهم مده 8 شهور وانا كنعاني من هذا المشكل. جات واحد يعني الحمد لله كانت تلوستي، يعني زعما الصراحه كانت ظريفه في الاول، يعني ما كنتش انا عاودت ليها المشكل، ولكن من بعد يعني كانت مقربه ليا، وهذه يعني كل مره كيبقاو يسولونا يعني فوقاش غادي تجيبوا وليدات، فوقاش كذا، يعني هذاك السؤال يعني بحد ذاته يعني الصراحه كيمرض الانسان. فانا جيت صراحتها، يعني قلت لها كذا وكذا وكذا الموضوع. قالت لي علاش يعني سكتي على راسك، وهذه خصك تنوضي تحركي حتى نتيا تشوفي شنو المشكل ديالك، واش غتبقاو حتى هكا؟ راه اكيد راه اي حاجه راه ليها الدواء. وسبحان الله هي يعني شجعتني. من بعد كنا مشينا عند دكتوره، يعني انا وراجلي، بحكم اني انا ماشي في المغرب، انا يعني مغربيه ولكن مقيمه في الامارات. يعني كتشوفوا هنا جنسيات يعني بزاف تبارك الله، راه 300 وزياده، 300 وما نعرف شحال جنسيه هنايا في الامارات. فدكاتره يعني ما كتلقايهمش يعني مثلا عربيين، ها اللي كتلقاي هنود، ها اللي كتلقاي سودانيين، ها اللي كتلقاي مصريين، سوريين، لبنانيين، المهم جميع مختلف، بنغاليين، يعني اي جنسيه راه كتلقايها هنايا. وسبحان الله يعني مشيت لعند واحد الدكتوره الاول كانت عراقيه، دوزت ليا وهذه، قالت لي غير انت ما كتتحمليش يعني يعني ما عندكش يعني قوه التحمل، يعني انك تمارسي يعني عادي يعني مع راجلك، راه غير المشكل يعني قالت لي عندك، ما قالتليش تشنج مهبلي، قالت لي عندك مشكل نفسي. وانا ما فهمتش يعني الصراحه، ما نكذبش عليكم، انا كان كل ما كيجي راجلي يبغي يجامعني ما كنقدرش، ما كان بحال كيخبط في شي باب، بحال كيضرب في شي باب. يعني كنقول واحد المعاناه، يعني واحد الالم كنحس به، ورجليا كيبقاو يرجفوا، كيبقاو رجليا كيبقاو يترعدوا عاوتاني. كنولي المهم شنو غادي نقول لكم حاله، يعني شنو غادي نقول لكم، والله العظيم ما كنت منها حتى شي مسلم زعما الصراحه. يعني واحد الحاله قاصحه بزاف، راه دابا كنتفكرها ويا اللحم ديالي راه كيتبورش عليا. ولكن سميتو الحمد لله، يعني مهم دوزت عند هذيك الدكتوره هكا، قالت لي، وكما قلت لكم البنات خرجت لي شي دوايات وشي مزلقات، ومهم شي تخربيق هكا الصراحه بدون فائده. غادي نحاول ما امكن اني نختصر لكم، حيت المساحه عندي ما كتسمحش اني نسجل فيديوهات يعني فيديو كبير. صافي بدل يعني الدكتوره مشينا للثانيه الهنديه، مشينا لوحده اخرى، مشينا مهم بزاف. اخر وحده مشينا عندها سودانيه، قالت له عندها المشكل في غشاء البكاره، عندها سميك، يعني عندها يعني هذاك الشيء علاش ما قدرش يعني المهم داك العضو الذكري ديالك انه يدخل. وطلبت لينا واحد الثمن، شنو غادي نقول لكم، 5000 درهم اماراتيه، يعني كتقول تقريبا 1.5 مليون مغربيه، على اساس اني زعما غير على حسب البكاره وزعما وصافي، يعني باش صافي يعني تحيد لي يعني الغشاء ديال البكاره. وفعلا درت العمليه ودازت عليا واحد الشهر، وانا يعني مع الخياطه ومع هذه، والحمد لله يعني المهم دازت يعني على خير وهذه، ودازت يعني واحد المده. صافي من موراها عاوتاني يعني ملي صافي حيدت لي الخيوط وهذه، على اساس انه صافي المشكله راني يعني الحمد لله، يعني كنقول فرحانه يعني الحمد لله. ايوا جينا نفس المشكل عاوتاني. والله الا شنو غادي نقول لكم، يعني ملي مشيت
مشيت معاينه عند الدكتوره عاوتاني ملي حيدت لي الخيوط وهذه، ولدرجه تصوروا انه يعني اصبعها ما قدرش انه يدخل. يعني شنو غادي نقول لكم، يعني قاصح الحال يعني بزاف. خرجت وانا شنو غنقول لكم، يعني فاقده الامل صافي. بقيت كنقولها لراجلي، كنقول له صافي سير تزوج، يعني ما عندك ما دير بيا، انا راه ما غاديش نفعك. ومع ذلك مسكين كان متمسك بيا، وكان كيرفع لي المعنويات ديالي، يعني كيقول لي يعني ان شاء الله راه غادي تصاوب، ان شاء الله راه غادي الامور غادي تتقاد غير بشويه بشويه. ومع ذلك صافي يعني دازت هكاك، غير خارجه يلاه ركبت في الطوموبيل، وسبحان الله يعني درت واحد الفيديو يعني كتبت يعني علاج لضيق المهبل، حيت انا ما كنتش عارفه اصلا شنو هو المشكل ديالي. واخا الدكاتره يعني دزت من عندهم بزاف، ولكن حتى واحد ما قال لي شنو هو المشكل ديالك. ما عرفتش واش المشكل في الدكاتره ولا المشكل انا اللي ما عرفتش كيفاش نوصل لهم المعلومه، ما عرفتش. والحمد لله ملي دخلت اليوتيوب يعني تصادفت مع القناه ديال الاخت امال. دخلت يعني في الاول يعني متخوفه الصراحه، يعني ما كنعرفش، يعني ما عارفاش يعني واش فعلا يعني كاين سميتو العلاج مضمون ولا ماشي مضمون، ولا الصراحه يعني في البدايه كنت متخوفه، ولكن درتها في يد الله سبحانه وتعالى، وقلت ليها قلت ليها المهم قلت غادي نجرب الحظ ديالي. ودخلت للجروب كما دخلتني الاخت امال، وتكلمت معها وقلت لها المشكل ديالي يعني عاودت لها شنو كاين. قلت لي ومع اني انا مقيمه في الامارات يعني ما كيخدمش الواتساب، يعني مكالمه ما كيخدمش، مسكينه دخلت يعني ديك لابليكاسيون ديال بوتيم وهضرت معايا. المهم بقينا كنتواصلوا هكا صافي. في النهار الاول سبحان الله العظيم فاش بدات معايا العلاج، والله نقول لكم اقسم بالله والله على ما اقول شاهد عليا، والله العظيم الا من الديبار حسيت بواحد هذاك الخوف اللي كان عندي 100% ولا عندي صافي نقول لك واحد 70% 80% صافي. يعني الحمد لله يعني نقص يعني بزاف، بقات لي ديك 5% ولا 10%، يعني صافي ما هي والو بالنسبه لذاك الخوف اللي كنت كنعاني انا منه. والحمد لله يعني تصوروا اني لدرجه ان صبعي كنت كنخاف اني ندخلو لديك البلاصه وهي قاصح، كان واحد الاحساس يعني قاصح يعني الصراحه بالنسبه ليا. والحمد لله في النهار الاول فاش بديت معها العلاج الحمد لله بديت كندخل صبعي، وليت المهم كندير دوك الموسعات اللي كانت قالت ليا وهذه. والله العظيم اقسم بالله نهار 3 ايام صافي الحمد لله تفك المشكل ديالي وجيت يعني. وصراحه ما نكذبش عليكم كان فيا داك الخوف. والصراحه بالنسبه للاخت امال والله الصراحه يعني اسم على مسمى، زعموها البنات والله ما تما لا خوف ولا حتى شي حاجه، راه هادشي راه كيجينا حنا كبير، ولكن بالنسبه ملي غادي تبداي العلاج والله العظيم ما غادي تبقاي تضحكي على راسك تقولي دابا انا كنت كنخاف من هاد المساله هادي، دابا الحمد لله انا عايشه الحياه ديالي طبيعيه مع راجلي، والحمد لله حتى هو عاوتاني ساندني يعني في المحنه ديالي ما خلانيش، والحمد لله يعني شد في يديا وتا انا شديت في يدي، والحمد لله الله ما خيبناش. والحمد لله اختي خواتاتي والله كنتمنى يعني انكم يعني ان شاء الله يا ربي تحركوا حتى نتوما، يعني ما تبقاوش جالسين تبقاو عاطينها اللبكه وعاطينها بحال اللي كنت انا دايره في البدايه في راسي. الحمد لله يعني راه كاين علاج، والعلاج فعال مع الاخت امل، غير تسمعوا الهضره وصافي تقول ديروا داكشي اللي قالت لكم. والله العظيم انا المهم كنهضر انا بحكم التجربه ديالي انا، الحمد لله دابا راني حاليا كنعيش حياتي طبيعيه، حياتي الزوجيه طبيعيه، كنمارس طبيعي يعني كنقول شوف انا بزاف شحال من شهر ضيعت ديال يعني صراحه كانت يعني متعه، كان يعني بزاف ديال الحوايج كنحسهم يعني الحمد لله مع راجلي. فالبنات والله العلاج يعني فعال، يعني تشجعوا ونوضوا تحركوا على راسكم، وفي ظرف يومين 3 ايام على حسب كل وحده والعزيمه ديالها كل وحده والاراده ديالها. وخواتاتي نتمنى لكم ان شاء الله يا ربي الله يشافيكم ويعافيكم ونسمع الحمد لله يعني داخله انا في الجروب مع امل، واخا الحمد لله تعالجت ولكن داخله في الجروب معاها والحمد لله يعني كان ملي كنسمع بان يعني كاين بنات اخرين كيتعالجوا هذه كنفرح يعني تعالجوا صافي وتفك المشكل ديالهم. فالحمد لله والله الله يشافيكم ويعافيكم ان شاء الله يا ربي، واللي تشافى وتعافى يا ربي يرزقهم الذريه الصالحه، ويرزقنا يا ربي جميعا يا ربي كاع اللي كيتمنى شي خير يا ربي توصلوا ليه.